أهلا بحضراتكم. غضب في الشارع المصري والجمهور المصري ومشجعي كرة القدم بعد الأداء للأسف السيء لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب. منتخب مصر لعب ثلاث مباريات كان غير موفق بالمرة، وآخر مباراة كانت هزيمة المنتخب المصري على يد المنتخب الأردني 3-0. بعد ما شفنا النتيجة المحزنة والمؤسفة لمنتخب مصر وخروجه من البطولة، أصبح هناك غضب من الجمهور للأداء السيء. طبيعي، كان نفسنا أن المنتخب يؤدي أفضل ويحقق نتائج أفضل، وكمان كان فيه غضب من الإعلام عن مستوى أداء المنتخب اللي هو كان دون المستوى. طبعا احنا هنا مش بصدد ان احنا نلقي اللوم على احد بعينه او هنشخصن الامور، لكن اللي حصل ان الجمهور المصري كان غاضب وبشكل ملفت للانتباه، يعني الغضب زايد شوية. ومعنى حضراتكم ان الغضب يكون زايد، اذن نتيجة حتمية للأداء السيء جدا جدا، لأن لو المنتخب أدى أداء مقبول كان ممكن درجة الغضب تكون أقل، يبقى هناك استياء أو التماس الظروف أو تحليلات. لكن بسبب الأداء السيء جدا كانت النتيجة الحتمية هو الغضب العارم أو الغضب الشديد. لكن عايزين نتكلم حضراتكم في نقطة هنا. ارتبط الغضب بكلمة الفشل، يعني المنتخب فشل، إذن هنا غضب. وكأني الإعلام المصري أو الإعلام الرياضي المصري أو الجمهور أو الشعب لقي متنفس لغضبه في فشل أو أداء السيء للمنتخب، لأن بصراحة الغضب كان عارم من المشجعين ومن المتابعين ومن الجالية حتى المقيمة في قطر للأداء الغير موفق بالمرة من المنتخب. حقيقي ان الاداء كان سيء، حالة من الغضب للشعب، حالة من الغضب من الاعلام، لان نتيجة حتمية للاداء السيء هناك يكون غضب. ولكن كان هناك متنفس للجمهور او للشعب انه يعبر عن غضبه للفشل الذي لاحق منتخب مصر لكرة القدم في كأس العرب. بطولة قوية وفيها فرق قوية، وكل الفرق على لسان الإعلاميين أدت بشكل كويس، ما عدا المنتخب المصري الذي خرج من البطولة لم يوفق في الأداء. كنا نتمنى أن المنتخب يأدي ويفرح جمهوره، لكن دي نتيجة مؤسفة ونتيجة محزنة، ومن حق إن الناس إنها تغضب، ومن حق إن الإعلام الرياضي يغضب وننفس عن مشاعرنا، لأن ده ما كانش أداء ينتظر من المنتخب. كان نفسنا نفرح، لكن لم نوفق بالمرة، ولذلك الغضب هنا مشروع والزعل مشروع، لأن الأداء بشفافية ووضوح كان أداء لا يليق بتاريخ الكرة في مصر.
وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.